ولكن سوف نبدأ في الحديث عن النظام الأكثر استخداما للأسقف الخرسانية، هو نظام الكابلوك. سمي هذا النظام بالكابلوك لأن هو عبارة عن كابين، وباين أوي الكاب اهو. الكاب السفلي ثابت والقائم القايم ذات نفسه، والكاب العلوي يتحرك حيث يتم رفعه الأعلى وتثبيته بمسمار شبه الروزيتا، أو الكابلوك العادي موجود بالقائم. تم ثم يتم تركيب البراندة، ثم يتم تنزيلها طلق عليها حتى يتم حتى يحكم الغلق على البراندة، متأكد انها اتقفلت والبراندة اتثبتت كويس. البراندة اللي هي عرض. الكلام ده مش هتلاقوه غير عندنا وبس. نظام الكابلوك، كابلوك سيستم، نظام نقاط التجمع الخاصة بالأسقف الخرسانية. يتميز نظام الكابلوك بسهولة الفك والتركيب ونسبة الهالك قليلة. هو عبارة عن قوائم وعوارض. القوائم الحديثة المستخدمة في هذا النظام من المواسير من الصلب مثبت عليها كابات التجمع. وقلنا ان ده كابلات التجمع في تجمع الشكات الحديدية وعوارض كل 50 سنتي، يعني المسافة بين هنا وهنا 50 سنتي. تواجد أطوال القوائم الحديدية، وتتواجد أطوال القوائم الحديدية بمقاسات مختلفة حتى يمكن تجميعها للوصول إلى ارتفاعات المطلوبة في أعمال الشدات المعدنية. الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة بفلوس والله. اشتراطات القوائم: أن تركز القوائم على أرض ثابتة. القوائم أن يتم تربيطها جيدا لتحميل الصدمات الأفقية طبقا للكود المصري 2018. تربط الركائز وخاصة القوائم حيث لا تؤثر عليها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات الصغيرة، أو قوة الدفع الناتجة عن ضخ الخرسانة، وكذلك ضخ الرياح والاهتزازات الناتجة عن المعدات المستخدمة في العمل. بتتكلم على اشتراطات قوائم. ترتكز القوائم على أرض ثابتة تتناسب مقاومتها مع الحمل الواقع عليها. وفي حالة تركيز القوائم على عنصر إنشائي يجب التأكد من استيفاء عنصر الارتكاز لمتطلبات الأمان والترخيم والتشكل المنصوب عليها بالباب الرابع. كلام ملوش لازمة. الكلام اللي أنا هحط عليه خط ده هو المهم وبس.